السلام عليكم متتبعي صفحة القصيبة. من خلالها إن شاء الله غادي نحيو بعض المناطق اللي ما كانوش معروفين وكان عندهم عبق في التاريخ، وهما الأصل ديال شي أحداث اللي الناس تعرفوهم، بحال معركة مرمى اللي الكل تعرفها، ولكن الإرهاصات الأولية لهذه المعركة هذه حتى واحد ما تعرفها وحتى واحد ما شار ليهاش. واليوم إن شاء الله غادي تشوفوا معنا هذه الإرهاصات الأولى لهذه المعركة ديال مرمان من خلال يعني موقعتين أساسيتين في التاريخ، وهي موقعة عشتار وموقعة تقبيت. فمرحبا بكم معنا في هذا العمق والعبق التاريخي لمنطقة أيتويرا، والسلام عليكم. يا خاشا سعيد أغريت غير دغيتني ثقبيتها مد عشتار. لا عشتار اييه عشتار. سبحان الله العظيم، كما زيارة المجاهدين. عشتار غسلت وتغسل الرزناري الرزناري تاني هذه السي توفيق واحد البلاصة سياحية بامتياز، والناس راه ما تعرفوهاش. هاد البلاصة هذه راه هي اللي الإرهاصات الأولى المعركة ديال مرمان. هنا منين سبقات المعركة، هنا فين سعيد راه غادي يهضر لنا على هذه المسألة هذه، بحكم أن سعيد هو تهتم بالتاريخ بزاف وبالتراث ديال المنطقة. يا سعيد ماذا وقع عندي؟ الاصطدام أمزوار ويدي ندير الاصطدام أمزوار. حاول ترجم بالعربية شوية. الاصطدام الأول اييه كان هنا بين المقاومين والفرنسيين. الاحتلال الفرنسي تصدوا لهم هنا. شكون تصدوا لهم المقاومين في هذه المناطق؟ المقاومين باش نفصلوا دابا هنايا، واش يتشراض واش أيتويرا كاملين. اييه واش ممكن انك دابا تهضر لنا على أيتويرا؟ شنو هما الفرق اللي تتكونوا منه او أيتويرا؟ والطريق هذا اللي داروا في هذه المعركه انقسموا الى جوج فرق. اييه الفرقه الاولى أيتشراض كانوا هما شادين هذه المنطقه ديال عشتار. أيتشراض هنا، أيتشراض في هذه المنطقه. الحمد لله. شوف السي توفيق، أيتشراض انا هو الرئيس ديال الجمعيه ديال أيتشراض، ولي فخر ان اتراس يعني هذه الجمعيه هذه ويكون عندها تاريخ. أيتشراض فيهم ايت حسين وايت داود وايت مسعود، وهما جاهم العود ديالهم ديال المقاومه لهذه الجهه ديال عشتار هنا. ايت يعقوب جاوا لجهه تقبيت. هيتو يعقوب ليه تقبيت فين؟ واني تتوريها لنا تبان دابا وتوريها. تطلع واحد شويه عاد باش تشوفها. ايت يعقوب فيهم ايت يشو يعقوب وايت حسين ويعقوب بالفروع ديالهم كانوا في تقبيت. أيتشراض كانوا هنا. ترصدوا الفرنسيين في هذه المنطقه وردوهم. ما خلاوهمش يدوزوا، لان الهم ديال الفرنسيين خصهم يدخلوا القصيبه، لان كانت القصيبه مركز المقاومه، كانت هي مركز ديال محاو سعيد الوراوي. محاو سعيد الوراوي كان المركز ديالو في القصيبه. الفرنسيين بغاو يدخلوا للمركز ديال محاو سعيد وتصدوا لهم هنا في هذه المناطق. ردوهم رجعوا لتادله. جلسوا في تادله تجمعوا القوى ديالهم ورجعوا وبغاو يطلعوا للقصيبه من طريق اخرى من جهه تاغزوت. انت بعدا واش نيت 1913 على ما تيقولوا الروايات التاريخيه. لا هنا المعركه اللي وقعت هنا 1913. ولكن تيقولوا بان المعركه وقعت في 1911 على ما اظن. لا 1911 مازال ما تفرضتش الحمايه على المغرب. هكاك 1913 وقعوا هاد المناوشات هنا وردوا الفرنسيين ومشاو استجمعوا القوى ديالهم في نفس العام. هما يرجعوا يطلعوا من تاغزوت. هما يتلقاو لهم المقاومين أيتويرا، تلقاو لهم في مرمان. وهذيك اللي تسمى موقعة مرمان. تما معركة مرمان تقتلوا فيها الضباط كبار ديال فرنسا. وتما تقتل الكولونيل بيركار. راه داكشي في الروايات التاريخيه عندهم تما. كولونيل بيركار.
ومانجان ودوك الكبار، شي ثلاثه د الكبار تما تيقولوا الكبار، تيقولوا الاجداد، شي ثلاثه د الكبار، ثلاثه د الكبار تما. الرتبه العسكريه ديالهم ما عرفناهاش حنا، وما عرفناهاش الناس بحكم ما قاريينش. تما راه تقتلوا ضباط كبار عندهم في مرامان. هنا في عيش الطار سعيد تتعرف شي ناس اللي هما استشهدوا مساكن هنايا من يتشراط في هذه المنطقه هذه دفاعا عن الوطن. الاغلبيه الناس اللي حضروا هنا ما كانتش الموت بزاف هنا في عيش الطار. هنا هزوا الناس دوك الغنائم التساعيات، كانوا الكبار تيقولوا تساعيات. اييه يغنموا داك الشيء ديال السلاح والعتاد ديال فرنسا داوه ليهم من هنا. وهذا الشيء اللي كانوا تيقولوا الاولين. وفين طاحوا الشهداء بزاف؟ طاحوا الشهداء في عيش الطار ولا لا وتقبيت؟ تقبيت ماتوا فيها الناس. اييه ماتوا فيها الناس بزاف. تقبيت غلبوا الفرنسيين اللي مشاو لتقبيت، غلبوهم تمشاو هادو عاونوهم. هادو ديال عيش الطار هما اللي جاو ديال عيش الطار عاونوا ديال تقبيت عاد باش ينتصروا. هذاك الشيء باش تقول ديك القصيده الشعريه الامازيغيه، الناس عيش الطار يتقبيت الران وين قال يعني نترجموها اللغه العربيه. قالت عيش الطار التقبيت راه المجاهدين ديالي غلبوا ديالكم. هي فين ربما من هنا يعني جا المدد في اللي خير جوادر صغروتنا في اللانون. اييه بحكم كثرة الموتى. قال المنظم الامازيغي في اللي خير جوادر صغروتنا بحكم الكثره. في تقبيت اما عيش الطار ما كانش الموت بزاف فيها. واش هذا هو الموقع دابا؟ هذا هو الموقع. هذا هو الموقع. ما شاء الله بسم الله بسم الله. هذا هو الموقع ديال عيش الطار. بسم الله. والله هادشي ما بقى فيه حجر. هادشي سي توفيق والله انا تنحس بالمكان. هادشي راه طاح. تنحس بالمكان يتحدث. شتي تنحس بالمعركه دابا في الوجدان ديالي، تنحس بهاد الناس هادو، هاد الاشخاص هادو اللي ضحاو بالغالي والنفيس دابا على ود هاد الوطن. احنا دابا يعني ها هو الاثر لا زال شاهدا من هذا الموقع هذا. دابا انا تنطلب من الناس ديال السياحه والسلطه المحليه بحال هذا الشيء هذا خاصو يتعاود يترمم، فهمتي، ويكون واحد المزار ويدار ليه طريق. دابا راه ما كايناش طريق دابا لهنا، هاد البلاصه هادي ما فيهاش طريق. انت الا بغيتي تجيب دابا واحد الجروب ديال السياح يعني وتحاول انك تديهم لهاد المواقع وهاد البلايص اللي وقعوا فيهم دابا معارك، زعما المكان يتحدث. والله لا تنشعر بالتاريخ، تنشعر بالتاريخ هنايا. وشو الاطلاله ديال هنا، شو الاطلاله ديالو على هذا السهل ديال تادله. بغيناك سي سعيد تكلم لينا شويه على يتشراط، على يتشراط اللي كانوا شادين هذا الموقع هذا. يتشراط وتفصل لينا فيهم مزيان. يتشراط بدورهم تينقسموا لثلاثه الفروع. اييه شنو هما؟ ايت داود، ايت حسين، ايت مسعود. اييه وكل واحد تينقسم ثاني الى فروق صغار. اييه كما تنقولوا الشحاي غصان. اييه كل واحد تنقسم الى. ولكن حنا دابا في الانثروبولوجيا ولا في لا سوسيولوجي فاش تيبدا الانسان تيناقش هذه المسائل هذو دائما تيكون كل فرقه من الفرق تيكون عندها واحد الامتياز. بحال دابا شكون اللي كان تيهز الاعلام، شكون اللي كان تيسبق؟ ايت مسعود هما علاما ديال ايت ويرا ياك. علاش تعطاهم هادشي؟ ايوا بحكم ديك الوقيته كانوا دوك الاولياء وهادشي ديال الصوفيه، وكانوا الناس تيقدسوا الناس. بحكم داك الشيء راه عطوهم، كانوا هما علاما. اييه هما اللي تيسبقوا في الطبوريضه. ايت مسعود هما تيسبقوا الاولين عاد باش يجيو. واش باقي دابا داك الشيء؟ ما زال داك الشيء لحد الان متداول. نعم ما زال. هذا ديك الوقيته ملي ما تكون الشتاء وسميتو راه تيكون الموسم فيه الجفاف. ايت مسعود هما تيهزوا العلام ثاني وتيطلبوا الشتاء هما اللي ايت شراط دابا واش كاينين غير في هذه المنطقه هذه ديال وعشا ولا مفرقين دابا في مناطق اخرى هنايا في عند ايت ويرا؟ لا ايت شراط راه البلاد مقسومه عند ايت ويرا، كل واحد يعرف بلاده.
ياه مقسومه البلاد. اييه اي تشراض اي تحسين تيعرفوا بلادهم، اي تمسعود تيعرفوا بلادهم، اي داود تيعرفوا بلادهم. اييه راه الوراوي الاصلي تيدي البلاد في الوطاء ويدي البلاد في الجبل. اللي اصلي ديال البلاد راه عنده حقه في الجبل وعنده حقه في الوطاء وتيدي في الماء. وتيدو حقه في العيون في الماء. انا حيت قريب لك انا اكثر وتنعرفك الاخ ديالي وتنعرف الاهتمام ديالك بالتاريخ، وانت تتعرف بانني انا دابا حاليا تنكتب واحد المقال على ايت شراض، بحكم انني دابا انا رئيس ديال الجمعيه ديال ايت شراض. كنت ناقشت معاك على واحد المساله مهمه وقلتي لي بان راه جون فوجيان راه خطا فيها. هذاك الكتاب اللي جبدناه ديال اللي الفو جون فوجيان، بحكم ان جون فوجيان كان هنايا هو الرئيس ديال الدائره ديال ايتويرا فاش الاستعمار بسط السيطره ديالو على هذه المنطقه ديال ايتويرا. وكتب واحد الكتاب ودار واحد التقسيمات على ايتويرا هنايا. فاش ناقشت معك هذه المساله هذه ديال جون فوجيان قلتي لي ودي راه جون فوجيان خطا في واحد المساله. عندنا فوالا عندنا، وهي دابا اللي انا تنحاول ما امكن انني نصحها، بحكم انك انت تهتم بالتاريخ بزاف. بغينا كانك تحدث لينا على هذا الخطا ديال جون فوجيان في هذه المساله التاريخيه. الخطا اللي لقيت انا تماك هو بحكم انا من ايت حسين، هو جات لايت حسين ودار خطا. اش من خطا؟ جات العظومه ديال ايت حسين ودارهم 7. حنا ايت حسين بستة العظومه، 6 العظومه باش كاينين ايت خويا، كاينين ايت خويا محمد، ايت منضيض، ايت وعدي، ايت قواعدي، ايت ويحمان. 6 العظومه اللي كاينين. وهو زاد ايزويض في الكتاب ديالو، زاد ايزويض كاينه عظم 7. وايزويض ماشي عظم، ايزويض تيتحسبوا عند ايت وعدي. تيديو حقهم عند ايت وعدي في الماء، ويديو حقهم في البلاد، ويديو هما عند ايت وعدي، هما ماشي عظم. هكا هادشي اللي لقيت انا. دونك هذا هو الخطا اللي طاح فيه جون فوجيان. اللي لقيت انا 6 العظومه اللي عندنا ايت حسين ماشي 7. هذه هي النقطه اللي لقيت. ممكن دابا في الدردشه السي سعيد انك تحدث لنا على ذوك التحالفات اللي كانت تتحالف قبيله ايتويرا، بحال دابا داك سميتو اللي تنسمع انا، وما انت هو المتخصص في هذا المجال هذا، وديال ايتسري. ممكن تقسم لنا هذا ايتسري؟ ايتسري قبيله كبرى. ايتسري بحالها بحال ايتسخمان قبيله كبرى. ايتسري شاده الجبل وشاده الوطا. وتنقسم بدورها. واش هذا نوع من تحالف؟ لا، هذا اتحاديه قبائل. هذه قبيله ايتسري قبيله كبرى. فيها ايتويرا، ايت محمد، ايت عبد اللولي، ايت سعيد وعلي، ايت ام البخت. هكا هادو اللي كاينين في ايتسري، هادو اللي تيتسموا ايتسري. هادو تيتسموا ايتسري. ان شاء الله كل واحد وراه كل واحد والقياده ديالو. عندك ايت سعيد وعلي فم العنصر، عندك ايت عبد الوالي تاكزيرت، ايت محمد تانوغا، ايت ويرا القصيبه، ايت ام البخت زاويه الشيخ. وهذا الشيء تينضوي تحت ايت السري. دابا فاش جبتي ام البخت واخا ما كانتش في الحسبان، بغيت نسولك عليها. شنو هي العلاقه اللي كانت بيننا وبين الزاويه، زاويه الشيخ؟ لان تنسمعوا بان كاينه شي حاجه قديمه بين الناس ديال القصيبه وبين الزاويه. واش بحكم شي قايد كان دار وتحيد داروا مولاي اسماعيل ولا ما؟ المهم بغيتك تحدث لنا على هذه المساله هذه بالتفصيل اكثر. لا، ما كان والو بيننا وبين زاويه الشيخ. ما كانتش شي حاجه اللي كان بيننا وبين زاويه الشيخ. ديك الوقيته كان الشعر. مناظره شعريه اللي تتكون بيننا وبين الزاويه. هادشي اللي كان تيكون ديك الوقيته. كانوا الناس تيديروا داك احيدوس وتتكون مناظره شعريه، كل قبيله تيكون الشاعر ديالها هو اللسان ديالها. هادشي اللي كان ديك الوقيته. هادشي اللي كان التنافس الشعري اللي كان بيننا وبين زاويه الشيخ وبين ايت ام البخت. وقول لنا ما يمكنش تقول لنا الشعراء الكبار اللي كانوا هنا في هذه المنطقه ديالنا اللي كانوا معروفين؟ الشعراء الكبار اللي كانوا عندنا في المنطقه هنا كان عندنا الشاعر الكبير زيد وعروش، غني عن التعريف. كان عندنا الشاعر الكبير ميمون بن ناصر، مازال حي واخا كبير في السن. هو كان عندنا بن ناصر وعروش. وعندك ميمون بن ناصر. وعندك ميمون وموسى الكبير، بين محمد وموسى. شكون هذا موسى دابا اللي تنعرف؟ باين هذا محمد وموسى، باه ميمون وموسى. ميمون وموسى هادو هما الكبار.
وكان ميمون وسعيد الهامي. ميمون وسعيد باين هذوك الدراري عيط الهامي. هذو من الشعراء الكبار. وكان الله يواليه برحمة الله سميتو محافظ الناصر وزمهنا من الشعراء الكبار ديال المنطقة. والتخصص ديالو كان هو الشعر ديني اللي كان هو عنده. هادو هما الشعراء الكبار اللي كنا تنعرفوا في هاد الكبار اللي سيكلناهم حنا وعاشرناهم وهضرنا معاهم. هادو اللي كانوا. وكان واحد نسيتيه هو جدك. اييه محمد بن ناصر. اييه كان من الشعراء الكبار اللي كان هو الشعراء الكبار هو وزيد وعروش واصدقاء. كانوا اصدقاء. كانوا اصدقاء. وكان الشعر ديالو معروف. من هذا المنبر هذا ربما انا تنقول بحال هذا الشيء اللي كاين عند سي سعيد. انا اتمنى الباحثين ولا اللي تيبحثوا في المسائل ديال التاريخ ولا يديروا مع واحد الجلسه ويحاولوا انهم يالفوا على المنطقه، لان هذه المعلومات هادو اللي كاينين عنده معلومات قلال اللي عنده هذه المعلومات. دابا حنا راه هذه الحلقه الاولى بغينا نتكلموا بصفه عامه ونتحدثوا على واحد المعركه اللي هي كانت سابقه معركه ديال مرمان اللي هي معركه عشتر قبيت. من هنا بدات الارهاصات ديال هذه المعركه هذه اللي وقعت، اللي تعرفت من بعد بانها اول معركه يعني تتنهزم فيها فرنسا في افريقيا كلها. وشحال من واحد ما عرفش بان هذه المعلومه هذه، بان هذه اول معركه في افريقيا تتنهزم فيها فرنسا. دونك لنا شرف اننا نكونوا حنا ابناء هذه المنطقه هذه، ولنا شرف انه ايتو يرى عندهم تاريخ ديالهم ضارب في الزمن يعني. ولنا شرف اننا ننتمي الى هذه الارض، وايضا لنا شرف ان اجدادنا شاركوا في هذه المعركه واستشهدوا فيها. استشهدوا هنا واستشهدوا في تقبيت واستشهدوا في يعني جهه أبعلال. يعني الى كنتي تشوف دابا السي توفيق وراه هذا الجبل هذا نيت كاينه تيزي نيتويرا قريبه من هنا ما بعيداش. دونك هنا عاود دازوا طيارات من هنا وضربوا الاجداد ديالنا اللي كانوا رجعوا من هنايا هربوا وضربوهم تمايا، وكاين اللي استشهدوا وكاينين الاسماء ديالهم. ونرجو من الناس ديال السياحه والسلطه المحليه انها دير لهم واحد تمثال وتخلد الاسماء ديالهم بحال هنايا تجي تبني هذا الشيء ولا شي جمعيه تهتم بهذا التراث ديالنا وتبني هنا ودير واحد تمثال هنايا. الناس اللي باغيين يجيو ويعرفوا بالمواقع اللي كاينين هنايا المواقع السياحيه. وتنشكرك ودي سي توفيق انك دائما تتحاول ما امكن انك تبحث على باش تبين انت المنطقه كلها بان راه فيها ما يتشاف، بان راه منطقه سياحيه بامتياز وغنيه بالتراث ديالها وبالتاريخ ديالها. ماضيها يتحدث. والله انا دابا واقف دابا هنايا واشعر يعني بروح الجهاد، واشعر بروح الكلمه، واشعر بروح المكان، وان المكان يتحدث. وهذا المكان هذا الا ما كناش حنا ابناء المنطقه نعرفوا به، شكون اللي باغي يعرف به؟ فهمتي؟ ولهذا درنا هذه الخريجه هذه خفيفه ظريفه. جيتي عندنا وطلبتي لنا قلتي لنا بان انا ما تنعرفش هذيك عشتار، ما تنعرفش تقبيت. قلت لك مرحبا ومرحبا. وشوف مرحبا والف مرحبا في اي وقت. مرحبا سي توفيق. واي وقت بغيتي، راه حتى في المسائل ديال تقسيم الماء ولا، لانه هو تيشارك في التقسيم ديال الماء. هو راه معروف عند امغرن تقبيلت هنايا يعني بحكم انه له قيمه اعتباريه. بحكم حنا ولاد البلاد، معروفين مع ولاد البلاد ونخدموا معاهم ونهضروا معاهم ونضحكوا معاهم مع ولاد البلاد. وسعيد كانت عنده واحد ميزه كبيره، هو انه من الصغر ديالو كانوا عزاز عليه الناس الكبار وكان تيريح مع الناس الكبار. دونك هنا من خدا هذا الشيء نيت من لا سورس ديالو. الجد كنت انا هو القريب للجد الله يوليه برحمه الله. تنجلس معاه تيعاود ليا هذا الشيء ديال هذا الشيء عاشفوي. هذا الشيء اللي قلنا راه غا شفوي، هذاك الشيء اللي قالوا لنا الكبار، هذا الشيء اللي كاين. حكم كنت نجلس معاهم بزاف، داك الشيء اللي عاودوا لنا هو عاودناه. هذا الشيء اللي كاين. التقسيم ديال القبائل، داك الشيء اللي قالوا لنا الكبار هو هذا الشيء اللي ورثنا عليهم. قالوا لك ما كاين هاد التقسيمه تا الماء باش تيتقسم القبائل كيف هما. هذا الشيء اللي لقينا عندهم هو قلناه. هذا الشيء اللي كاين.
وشكرا جزيلا الله لك سي يجازيكم توفيق. بكل خير، والله يرحم الوالدين، والله يكثر من امثالكم، والله يجعلكم واحد المنبر ديال الخير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. الله يحفظك ودي سي توفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.